وهل رئيسنا وبلدنا ماشيه في المسار الصحيح ولا لا؟ الا اللي بلدنا ما شاء الله تبارك الله بتقارن بينها وبين الدول العظمى دلوقتي. الا يا رئيسنا قاعد مع رئيس الصين، الا يا رئيسنا ما شاء الله تبارك الله مع رئيس روسيا، الا يا رئيسنا ما شاء الله بعت يجيب طيارات مش عارفه منين، بعت يجيب غواصات من بلد ايه، بعت يعمل ايه لبلدنا، يشغل مصانع جديده، يجيب مكن من سويسرا. راجل شغال، راجل باشا كده بيطور وهو قاعد وبينظف طلعي الأستاذة ميرفت. وبينظف. أستاذة وانتوا ميرفت عمالين تقولوا لي بصي مش عارفه مين وبصي مين. انا بص لمين؟ انتوا هتجيبوا انا مالي؟ طلعي وبص الأستاذة ليه؟ ميرفت انا بص السيسي لقدام عيني اهو، قدامي 100 اهو مليون، 100 رئيسي اهو مليون. اهو. عيني. رئيسي بصاله بس، هو ده اللي انا ببص له، ابص البلدي بس. بصي يا 100 مليون، طلعي الأستاذة ميرفت السيسي، على فكرة دي صديقتي من على الفيس، إنسانة وفية خليها جدا. تبعت جست بس عشان قولي لها بس معلش ابعتي يا جست استاذه يا ابعتي ميرفت. جست. هو انا بص بس لرئيسي، ابص لبلدي، وما بصش اللي ينزلني. انا لسه احنا فينا عمر عشان لسه هننزل ونبص ونعمل؟ ما بقى لنا 50 سنه ولا 60 سنه عمالين نبص. امم ضيعنا عمرنا. رئيس اه مبارك بقى والله له 30 سنه عمال يبص. فقدنا السادات الرحمة. بقى له من ساعه الحرب واتفاقيات السلام عمال يبص. حد بصلنا؟ الحمد لله، الحمد لله. ولا حد بصلنا؟ ما حدش بصلنا. احنا بقى نبص بقى، خلاص بقى نبص لنفسينا شويه. يا مرمر اكتبي، اطلبي جست بس واحنا هنطلعك. استاذ حسن تعالى اتفضل. نبص بس لبلدنا، نبص لنفسينا، نبص للخير اللي احنا عايشين فيه، ونحمد رب العالمين. السلام حتى لو عليكم. بناكل رغيف عيش حاف. وعليم السلام ورحمه السلام الله ورحمة وبركاته. الله وبركاته. خير. مرحب 100 مليون. انا كل مالي؟ ضيوفك خلينا جمعة ابص مباركة. لاي حته تانية، انا مالي؟ جمعة مباركة عليكم. جمعه مبروكه. وعليك إن شاء الله. لا انا اسفه ما بنطلعش حد، هو استاذه ميرفت بس هي اللي هتطلبه، استاذ حسن واستاذ محمد لو عايز يطلب استاذ محمد احمد يتفضل. ما عنديش استعداد نهزق حد تاني عشان معانا ناس كده. انا والله العظيم وحياة ربنا خلاني اقول الفاظ انا، بس انا كان لازم ارد عليه عشان هو مش محترم. هو طلع لك على الجست وعمل هو طلع عمايل؟ لي على الجست بيقول انت مش هتبطلي تعريض يا بنت وبنت. قلت له بنت، رحت اديته من منقي خيار. طلعوا لنا امبارح برضو على جست طب ومن الدكتور امتى أحمد عن الخرفان الصاوي. كان عندهم أدب؟ من امتى كان والله عندهم اديته أدب من يعني؟ منقي خيار والله العظيم اقسم بالله. وقفلت البتاع عشان خدت حظ. وبعد كده هو كمان خد حظ وجالي تاني، وبرضه يطلع ويخش يطلع ويخش يشوفني بتكلم في إيه، وغدته فوق دماغه. واي حد هيتطاول هياخد فوق دماغه. يستاهل. خلاص ما يستاهل. بقاش عشان فيه، ما اولا بقاش اللي فيه خلاص. قدامه واحده ست، احنا من امتى المصريين واحنا بنبهدل ستاتنا اللي قدامنا ولا بناتنا؟ من ده امتى؟ طالع مهما يقول لي هو كنا انت على مش عايزه اختلاف، مش عايزه تبطلي مهما وطنيه كنا يا على بنتي مش اختلاف في عارف ايه. الرأي، مهما كنا على اختلاف في الرأي، استحالة كان المصري يعمل كده ابدا. انا ما اعرفش جرالهم ايه والله. انا ما اللي قسما اعرف. اسمه بالله ادم خلوا دوت الواحد اللي هو كان بعلامه الواحد حمراء، كان خدوا في بالكم منتهى منه. الأدب والاحترام، خلوا عامل الواحد علامة سيء حمراء ولسانه كده فرد هو زي بسبب العلامة اللي في دماغه، ومش عايزة انطق لفظ بسبب تاني. ألفاظهم على إخواتنا ونسائنا اسمه وحريمنا. آدم. اه والله يا ابن مصر، والله العظيم عمرنا ما شفنا الايام السوداء اللي احنا بنشوفها دي. الواحد والتاني عمره ما طلع كان يقول لي بيطلع ايه لفظ رأيك؟ وحش. ايه والله لا رأيك ابهاتنا في ولا مش عارف اخواتنا مين؟ الكبار اه عاملونا بالمعاملة دي، ولا نلاقي ناس غرب مثلا عننا عن عائلاتنا يعملوا فينا كده، ومصريين عيب. والمشكلة بيجيبوا ناس من دول تانية، يعني يا ريت هم يا بس ده حبيبي، احنا بيجيبوا ناس من دول تانية الناس اللي تشتمنا. بتطلب بس جستات ما احنا ما نعرف. اول حاجه انا ما اعرفكوش، تاني حاجه انا ماليش دعوه. نقول تاني حط علم اي دوله، اي دوله غير علم مصر ما يشرفنيش ان انا اطلعك عندي جست. انا السلام عليكم مصريه. ورحمة الله وبركاته. انا بعد إذنك يا مصريه، أستاذة وبعد إذن الحضور والمصري الكرام. المحترم اللي حاطط علم بلده وعليكم السلام ورحمة الله يشكر. وبركاته. وطلب جست مني انما طلع حط اي علم تاني، انا اسفه جدا ما يا بقبلش. أستاذي يا أستاذي يا خلي بالك أستاذ بيحطوا يا دلوقتي على أستاذ علم مصر. يا أستاذ اسمعوني يا جماعة، بعد إذنكم بعد اتفضل يا إذنكم. استاذ محمد. اللي يتكلم يتكلم، وكل الناس عارفة إن الرئيس ما بيعملش حاجة غلط في الدولة. الرئيس بينمي الدولة، الرئيس بيعمل لصالح الشعب، الرئيس بيرعى مصالح الشعب، الرئيس ما فيش زيه والله في أي بلد.
صدقوني والله العظيم يا جماعة، الناس اللي